وطبعا بيطلع معايا النسيج زي ما انت شايفة كده. تبع لرقم الإبرة بيطلع معايا النسيج. كمان إبرة الكروشيه التونسي بقدر اشتغل الصف واحرر الصف بعد ما اخلصه، مش زي إبرة التريكو اللي لازم افضل مخلية كل حاجة على الإبرة لحد ما اخلص كل حاجة انا بعملها. ففي فروق. الكروشيه التونسي تبع لرقم الإبرة بيكون يعني شغل اللاسيه او الحاجات اللي هي المفتحة كده، واللي هي زي ما انت شايفاها كده، الحاجات اللي هي المفتحة لاسيه او شنط او ايا يكن، بتكون برضو تبع لرقم الإبرة، وكل إبرة بتطلع شغل معين. دي كانت اختلافات بسيطة ما بين الكروشيه العادي والكروشيه التونسي. وشكل النسيج طبعا بيكون زي ما انت شايفة مختلف عن الكروشيه العادي، اقرب منه للتريكو من الكروشيه. بنقدر نطلع